المنتخب الوطني بكأس افريقيا امام منتخب انغولا السبت المقبل. ستكون المحطة الأولى ضمن مشوار المنتخب الوطني المغربي في كأس افريقيا لكرة القدم، علما انه ستكون هناك مباراة تجريبية امام نادي فيتس الثلاثاء المقبل في الساعة 5:15 مساء بنفس الملعب، ملعب رند ستاديوم. ثواني قليلة وتنطلق الجولة الثانية. دخول خالد العسكري كما تابعنا خلال ما بين شوطي المواجهة. المنتخب الوطني المغربي بقيادة الحارس خالد العسكري في مباراة اليوم تمنح الفرصة لهذا الحارس القادم من نادي الرجاء البيضاوي لكي يفرض ذاته في مباراة تجريبية ودية. هنا كرة للمنتخب الناميبي الذي يبحث عن حلول أكثر في دفاع المنتخب الوطني. سيضع العناصر الوطنية أمام مرآة الواقع الحالي للمنتخب الوطني المغربي. كرة في التماس للمنتخب الوطني المغربي من الطرف الأيسر. كرة في التماس، أسامة السعيدي يقدم أداء محترم في الربع ساعة أو الثلث ساعة الأولى من الجولة الأولى. بعد ذلك ما كانش الحلول بنفس الوزن اللي كانت عليه خلال الجولة الأولى من المواجهة. كرة في التماس لمنتخب ناميبيا. عبد الحميد الكوثري المدافع الايسر اليوم. تراجع لاعبي المنتخب الوطني المغربي لازم انه يكون عمق لعب افضل من الجوله الاولى. عادل هرماش لاعب ارتكاز محترم لكن لا يساند كثيرا لاعبي خط الهجوم. بالتالي رشيد الطوسي سيبحث عن التوليفه القادره على مجابهه منتخب من قيمة منتخب انغولا. خالد العسكري الدقيقة الثانية من الجولة الثانية من مباراة المغرب ناميبيا. جولة أولى لم تبعث علامات اطمئنان حول واقع المنتخب الوطني، بالتالي الجولة الثانية لازم يكون هناك تحرر أكبر للاعبين، لازم يلعبوا بامكانياتهم ما يتوفرون عليه من امكانيات من دون ضغوطات. ما لازمش نوضعوا ضغوطات على لاعبي المنتخب الوطني المغربي، يعني ما نكونوش مخطئين مره اخرى نقولوا اننا سنذهب للظفر باللقب القاري. اسامه السعيدي مشات الكره للمنتخب الوطني المغربي. عادل هرماش، اسامه السعيدي في تنفيذ ضربه خطا للعناصر الوطنيه. الكرة الثابتة لازم أنه يتم الاشتغال عليها بشكل يساعد العناصر الوطنية على بلوغ الأهداف. هنا الكرة تمرر، خروج الحارس الناميبي فيرجيل فريس. منتخب ناميبيا الذي كان يمني النفس بالحضور بكأس افريقيا المقبلة التي ستجرى بملاعب رائعة جدا، بجوهانسبورغ ملعب السوكر سيتي، بنسبروت ملعب بومبل ستاديوم، بدربان موزيس مابيدا، عندهم في روستنبورغ ملعب جميل جدا ملعب رويال بافوكينغ، وفي بور اليزابيث ملعب نيلسون مانديلا باي. 5 ملاعب من الطراز العالمي تستضيف مباريات كأس افريقيا المقبلة. هناك حديث سابق الاوان على انها ستكون البطوله الافريقيه الافضل. كره نور دين مرابط للمنتخب الوطني المغربي، كره تسدد مازال الخطوره، كان بامكانه ان يكون الهدف عبر كمال الشافني. هنا المساندة على الاطراف في الكره الاولى من نور الدين مرابط في المباراه ككل، صعد من الطرف الايمن حضرها الكمال الشافني، والمتابعه جات مره اخرى من كمال. التسديده الاولى كانت من اسامه السعيدي والمتابعه في المره الثانيه كانت من كمال الشافني الذي يسدد بعيدا عن مرمى الحارس الناميبي فيرجيل فريس. مشات الكره من جديد لفيرجيل فريس، كره بالراس للمنتخب الناميبي والحكم يمنح ضربه خطا لمنتخب ناميبيا للمحاربين الشجعان اليوم. هذا اللاعب البديل سادني اوريكوب
اللي دخل بديل خلال الجوله الثانيه سادني اوريكوب اللي انعاش خط هجوم المنتخب الناميبي. هذا لاعب جناح سادني اوريكوب. هذا لاتزاروس كايمبي لاعب خط وسط هجومي تابعناه خلال الجوله الاولى، كان مصدر الهدف الاول، هدف التعادل لمنتخب ناميبيا. المحاربون الشجعان اليوم في مهمه لاثبات ذاتهم ولاثبات علو كعبهم وامكانياتهم امام منتخب وطني يبحث عن الهويه المفتقده منذ زمان بعيد. مشات كره من جديد عادل هرمش، تغطي من الدفاع الناميبي، كره مبعده في الخط الامامي لصالح منتخب ناميبيا للرقم 8 ويل ستيفانوس، والتغطيه من الدفاع المغربي يبعدون الكره والخطر عن مرماهم، عن مرمى الحارس خالد العسكري. يعني استبعاد عبد الاله حافظي من اللائحه او عدم الاعتماد على عبد الاله حافظي ضمن لائحه نهائيه. يونس بلندا سيكون حاضرا ضمن مشوار المنتخب الوطني في كاس افريقيا المقبله. يعني اجرى اليوم في المستشفى الرئيسي بمنطقه سانتون اجرى مجموعه من الفحوصات الطبيه وخضع للاشعه بالرنين المغناطيسي للوقوف عند نوعيه الاصابه. سيغيب عن الحصص التدريبيه ليوم غد وللايام الثلاثه المقبله، وقد يكون حاضرا في المباراه الاولى امام انغولا لو كان جاهزا. رشيد الطوسي لن يستغني على يونس بلهندا. كره بالراس للحارس فيرجيل فريس، مشات الكره من جديد من الطرف الايمن عن ستيفانوس، كره للمنتخب الوطني المغربي. اسامه السعيدي مشى بكورته، اسامه مع منير كروزا منير، مشى بكورته منير، لكن التغطيه من الدفاع الناميبي من داكوستا انغولا يبعد الكره في التماس. داكوستا انغولا يلعب بلاك افريكا رقم 14. هذا الرقم لم يحمله الا اللاعبين الكبار كما هو حال صلاح الدين بصير، لاعب اللي كان متألق مع المنتخب الوطني، مع عبد الجليل هدا كاماتشو اللاعب المميز، اللاعب السابق للنادي المكناسي. ثنائيه اللي مازال ما حصلناش عليها في المنتخب الوطني، نتمنوا انها تكون ثنائيه اسامه السعيدي ومنير الحمداوي لملف العرس الافريقي المقبل. صراع سيكون ما بين 4 مدربين لتأهل الدورة الثانية، المدرب الجنوب افريقي جوردن ايسند، المدرب الاوروغواياني غوستافو فيران مدرب انغولا، وما نساوش المدرب المحلي اونتونيش مدرب منتخب الراس الاخضر الذي خضع لفترة تجريب مع مدرب نادي ريال مدريد جوزي مورينيو. لم يكن فعل حسن على جوزي مورينيو الذي تراجعت مستوياته مع نادي ريال مدريد في البطولة الإسبانية، والذي يتأخر على نادي اف سي برشلونة بعدد كبير من النقاط. بالتالي أونتونيش عاد أدرجه للرأس الأخضر لكي يحضر المباراة الأولى التي ستجمعه بمنتخب جنوب أفريقيا بملعب السوكر سيتي، الملعب الذي احتضن المباراة الافتتاحية والنهائية لمونديال كأس العالم. جنوب افريقيا محظوظه كثيرا بتنظيمها لاحداث رياضيه وازنه، كاس العالم واليوم كاس افريقيا، وبعد شهور قليله ستنظم كاس افريقيا للاعبين المحليين، وبالتالي استثمارات جنوب افريقيا في البنيه التحتيه الرياضيه هي اليوم تعطي ثمارها. المغرب بدوري سيحتضن كاس افريقيا المقبل عام 2015. كاس الافريقيه اللي نتمنى انه يكون التتويج مغربي، حين لازم انه يكون العمل في نهايته، نستثمر عمل 3 سنوات من اجل نيل لقب افريقي. لما لا يكون في جنوب افريقيا؟ هذا تمني فقط، وهذه منى عدد كبير من المناصرين المغاربه. لما لا تكون المفاجاه؟ لكن استسمح، يعني هناك مجموعه من المنتخبات ينظر لها وكانها حققت مفاجاه بتتويجها بألقاب قارية كما هو حال مصر لم تفوز بمحض الصدفة بكأس افريقيا ل3 مرات متتالية مع المدرب حسن شحاتة، بل هو عمل انطلق منذ فئة الفتيان للشبان، وبعد المنتخب الأولمبي مع المدرب شوقي غريب، وبعدها كان اللقب الافريقي مع المدرب حسن شحاتة
اليونان. هناك عدد كبير من النقاد والمختصين في كرة القدم يقولون أن اليونان حققت المفاجأة بفوزها بكأس أوروبا عام 2004 بالبرتغال، لكن أوتو ريهاغيل المدرب الألماني لم ينهي إلا عملا انطلق بكأس أوروبا للناشئين مع المنتخب اليوناني مع الإغريق. وبالتالي المنتخب الوطني المغربي لازم أنه ينطلق العمل، لازم وأنه العمل يستثمر في المنتخب الأول، ولن يكون المنتخب الأول هو المشروع في حد ذاته. لازم يكون هناك مجموعة من المشاريع بداية من منتخبات الفئات السنية. هذا حديث سابق الأوان لنعود للمواجهة لمنتخب ناميبيا الذي يضع اليوم المنتخب الوطني أمام مرآته، أمام واقعه الحالي قبل انطلاق المشاركة في كأس إفريقيا. كرة أسامة سعيدي لاعب ليفربول يغيب منذ أسابيع كثيرة عن نادي ليفربول الإنجليزي الممارس بالبريمير ليج. مشات كرة من جديد للعناصر الوطنية تصير نور الدين امرابط. نور الدين امرابط لازم أنه يكون أكثر تحرر. مشات كرة من جديد للعناصر الوطنية، بالتالي الكرة ضاعت من أمام اللاعب كريم الأحمدي. أظن ضاعت منه الكرة الأخيرة. 11 دقيقة من الجولة الثانية والنتيجة هدف لهدف بين المغرب وناميبيا. الجزائر كانت متعادلة خلال الجولة الأولى أمام منتخب جنوب أفريقيا بدون أهداف، فيما منتخب زامبيا متعادل حدود الساعة أمام منتخب النرويج بهدف لهدف. هي أبرز النتائج المسجلة لحدود الساعة في المباريات الودية التي تجرى في نفس توقيت مباراة المغرب ناميبيا. كل منتخب يحضر نفسه للعرس الإفريقي الكبير الذي سينطلق من ملعب السوكر سيتي من بلد نيلسون مانديلا. عادل هرمش للمادي بن عطية، أكثر اللاعبين استقرارا في خط الدفاع في مباراة اليوم هو مادي بن عطية. بكل أمانة لو كان لاعب يستحق رسميته من دون نقاش فهو مادي بن عطية خلال الجولة الأولى. مشات الكرة من جديد لمنتخب ناميبيا، كرة في التماس. دقيقة 57 النتيجة هدف لهدف. أظن هناك تغيير في منتخب ناميبيا والمنتخب الوطني المغربي. سنتقرب بالفعل خروج عصام عدوى ودخول رقم 4 أحمد القنطري. عصام عدوى اللي لعب الجولة الأولى من مباراة زامبيا ويلعب اليوم ما يقارب 57 دقيقة، لكن الثقة تمنح لأحمد القنطري الأكثر حضورا كمدافع أوسط في البطولة الفرنسية مع نادي بريست. لعب كل المباريات هذا الموسم باستثناء مباراة وحيدة كان طرد فيها، وبالتالي ما كانش حاضر مع نادي بريست بلا ليغ 1. كان قدم مباراة محترمة من نادي باريس سان جيرمان وقطع مجموعة من الكرات أمام الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. كرة من جديد العناصر الوطنية، تسلل في حق أسامة السعيدي، ضربة خطأ لحارس المرمى فيلجيل فريس. - 58 دقيقة والنتيجة هدف لهدف. نصف ساعة أخيرة رشيد الطوسي سيستغلها للوقوف عند مجموعة من البدائل، وأكيد أن الحسم في التشكيل النهائي سيكون في المباراة الودية أمام نادي فيتس الجنوب أفريقي، المباراة التي ستكون بعيدة عن أعين وسائل الإعلام، وبالتالي رشيد الطوسي ستكون الفرصة متاحة أمامه للتقرب من نوعية اللاعبين الجاهزين للمباراة الأولى أمام أنغولا. يلا مشات الكرة المنير الحمداوي من جديد، نور الدين امرابط، مشات الكرة الكريم الأحمدي وسط نور الدين امرابط سدد كورتو، مازال الخطورة، كان بالإمكان أن يكون الهدف الثاني في المواجهة. مازال الضغط، لازم يكون هناك ضغط أكبر. عادل هرمش هنا المساندة من رجالات خط الوسط، كرة تسدد بعيدا عن مرمى الحارس فيرجيل فريس. تسديدة عبد الرحيم شكير المدافع الايمن. الجرأة الهجومية لازم أن تكون حاضرة في المواقف الصعبة، وكم هي كثير المواقف الصعبة التي ستواجه المنتخب الوطني المغربي في مباريات كأس افريقيا. دخول عبد العزيز برادة مكان نور الدين امرابط،
عبد العزيز برادة مكان نور الدين مرابط. تغيير اخر للمدرب رشيد الطوسي لمنح جرعات من الثقه اكبر للاعبي خط الهجوم. نصف ساعه وستنتهي المواجهه بنتيجه هدف لهدف ان لم تكن هناك ردة فعل من طرف العناصر الوطنيه لزياده الاطمئنان لالاف مؤلفه بل الملايين من اطياف الجمهور المغربي التي تسعد لكي تتابع على اعصابها المباراه الاولى امام انغولا بملعب السوكر سيتي، وبعدها توالي المنافسات مباراه ثانيه امام راس الاخضر والثالثه امام جنوب افريقيا. كره المنتخب ناميبيا، مهدي بن عطيه تجده في كل مكان في الخط الدفاعي. محظوظ المنتخب الوطني بتوفر لاعب من قيمه مهدي بن عطيه. عادل هرماش، اسامه السعيدي. اسامه السعيدي سيكون رسمي من دون نقاش في مباريات كاس افريقيا. مشات الكره من جديد للمنتخب الناميبي، كره من الطرف الايسر من اللاعب منتخب ناميبيا يصعد لخط الهجوم بحثا عن هدف اخر بعدما انهى الجوله الاولى متعادلا بهدف لهدف. عادل هرماش مشى بكورته بالراس في التماس فقط للمنتخب الوطني المغربي. مجموعه من اللاعبين في بنك البدلاء كمهدي النملي، ونضيف لهم ايضا اللاعب يوسف القديوي، ومعاهم شهير بالغزواني مهاجم نادي اجاكسيو بلا ليغا، ايضا تمثيليه كبيره للاعبي البطوله الفرنسيه في المنتخب الوطني المغربي. عادل هرماش، عبد الرحيم شكير للحارس، حارس الرجاء البيضاوي خالد العسكري الذي سحق مكانته بالمنتخب الوطني نظير المستوى الطيب الذي قدمه مع رجاء في مرحله ذهاب البطوله الوطنيه. نفس الشيء ينطبق على عبد الله الحافظي الذي يبقى من اللاعبين الواعدين في البطوله الوطنيه برغم من انه لن يكون حاضرا في مباريات كاس افريقيا، الا انه المستقبل لازال امامه لكي يطور مستواه بشكل اكبر ولكي يؤكد جاهزيته لحمل القميص الوطني فيما هو مقبل من رهانه ستضعنا امام محطه تنزانيا بدار السلام في تصفيات مونديال كاس العالم. مشات كره المنتخب ناميبيا، ما زال الخطوره من بيتروس تشيتمبي، تعود من احمد القنطري. دخوله خلال المباراه السابقه كان دخول مميز للاعب احمد القنطري. شهير بالغزواني سيكون البديل المقبل للمدرب رشيد الطوسي. مشات الكره في خط الوسط، العناصر الوطنيه كريم شاب كورته، كريم الاحمدي تصل الكره للطرف الايسر عند عبد الحميد الكوتري، مشى بكورو للمنتخب الوطني المغربي في الخط الامامي. هذه كره ممتازه للعناصر الوطنيه. كمال الشافني كان يبحث عن لاعب، عن رفيقه في خط الهجوم. عادل هرماش يرتفع، نسق المواجهه، مشات الكره اسامه الكره كانت طويله عليه. مازال الكره للعناصر الوطنيه، هنا الضغط من عبد الرحيم شكير. تعود من جديد للمنتخب الناميبي، يلعب في حدود امكانياته منتخب ناميبيا في غياب النجم انريكو بوتس، ابرز غياب في منتخب ناميبيا في مباراه اليوم. احمد القنطري في خط الدفاع، احمد القنطري عند مهدي بن عطيه، او هذا عادل هرماش. تصل الكره من جديد اسامه السعيدي مع كريم الاحمدي يساند خط الهجوم. مشات الكره الجريمه، اسامه السعيدي كان بالامكان ان يكون الهدف الثاني لما صعد كريم الاحمدي لمسانده لاعبي خط الهجوم، لما شفنا انه متحرر بشكل اكبر من الجوله الاولى. المنتخب الوطني يصل لمنطقه 18 متر الخاصه بمنتخب ناميبيا. كريم الاحمدي يتخلص من القيود الدفاعيه كرجل ارتكاز ويصعد لمساندة خط الهجوم، والأداء العام للمنتخب الوطني يتحسن تدريجيا في انتصار المنتخب إلى أقل الوطني ستكون بعد أخضر ومنطقة الثالث. هنا خروج أولا لويلي ستيفانوس، ودخول رقم 2 دنزيل أوسيب، رقم 2 في منتخب ناميبيا. كمال الغزواني كمال محترف شهير بالغزوان اجاكسيو بالبطوله
احمد جديد اغتيال ناميبيا. تعاون المنتخب الوطني كريم تحت ياسر عبد الحميد. عبد الحميد بالغزواني الكره الحكم من لعبه ناميبيا. شير بالغزواني مشات مرمى الحير جيل منتخب ناميبي سكايمبي كورتو يون عنها الحكم الجنوب افريقي لصالح سادني اوريكوب اللي دخل خلال الجوله الثانيه بعد تدخل مهدي بن عطيه. سادني اوريكوب منتخب ناميبيا يجيد تنفيذ الكره الثابته. كره ما بعيداش بزاف، ما يقارب 20 متر عن مرمى الحارس خالد العسكري. ضربه خطا للمنتخب الناميبي. ضربة خطأ. يعني أكيد أن فرصة متاحة لمنتخب ناميبيا لتسجيل هدف آخر أمام المنتخب الوطني المغربي لتحسن أداؤه خلال دقائق الجولة الثانية. ضربة خطأ لمنتخب ناميبيا. سادني أوريكوب. سادني أوريكوب اختبار أول للحارس خالد العسكري. خالد العسكري في محاولة للتفاعل بالشكل المناسب مع خطورة الكرة الثابتة لمنتخب ناميبيا. كرة ثابتة، الكرة تسدد ترتد من الجدار الدفاعي، ما زال الخطورة في يد الحارس خالد العسكري. تسديدة لازاريوس كايمبي. كرة لأحمد القنطري. تصل الكرة من جديد عبد الحميد الكوثري. عبد الحميد الكوثري مشى بكورته أمامية، لازم مواصلة الضغط على دفاع المنتخب الناميبي. هناك تبادل المراكز ما بين منير الحمداوي وعبد العزيز برادة. مشات الكرة من فيرجيل فريس. كرة براس عبد الحميد الكوثري عند عادل هرماش. عادل هرماش موصلاش لعبد الحميد الكوثري. مشات من جديد للعناصر الوطني في خط الوسط شهير بالغزواني، لكن التغطية من دفاع المنتخب الناميبي. شهير بالغزواني. عبد العزيز برادة يجب فتح اللعب للطرف الايمن. موصلش الكرة لأسامة السعيدي، كانت ناقصة. مشات من جديد لاعبي خط الدفاع. احمد القنطري. احمد القنطري تصل الكرة لمهدي بن عطية. مهدي بن عطية عند عبد الرحيم شاكير. أسامة السعيدي الذي يتحول للجهة اليمنى. أسامة السعيدي مشى بكورته. أسامة مشى بكورته وصلها للطرف الأيمن من اللاعب لكريم الأحمدي. كرة مرفوعة في القائمة الثانية، ما كانتش متابعة، مقطوعة في الأخير من المدافع الأوسط لاري أورايب. المدافع الأيمن استسمح لاري أورايب رقم 6 المدافع الأيمن لمنتخب ناميبيا. أكيد أنه تحية كبيرة للجالية المغربية بجنوب أفريقيا لمساندتها المنتخب الوطني المغربي في إطار الاستعدادات للمشاركة بكأس إفريقيا. من 3 تغييرات في آن واحد. مهدي النملي، يوسف القدي وعبد الرزاق حمد الله، 3 من أجود اللاعبين في البطولة الوطنية. مكان كل من كريم الأحمدي يدخل مهدي النملي. عبد الرزاق حمد الله مكان منير الحمداوي، ويوسف القديوي مكان لاعب اخر في خط الهجوم اظن هو اسامه السعيدي. عبد العزيز برادة. عبد العزيز برادة في تنفيذ ضربة زاوية. كرة مرفوعة في القائمة الثاني. كرة تسدد. كانت إمكانية لتسجيل الهدف عبر عبد الرزاق حمد الله في أول لمسة لهذا اللاعب. كان بإمكانه أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. عبد الرزاق حمد الله هداف البطولة الوطني ب 12 هدف خلال مرحلة الذهاب مع نادي أولمبيك أسفي. أولمبيك أسفي الذي تعاقد مع مدرب جديد ويوسف المريني لكي يستعيد إمكانياته كاملة كواحد من الأندية اللي عندها مكانتها في دوري الدرجة الأولى، والمقدور أن تستعيد قيمتها لعودتنا عليها في البطولة الوطنية. مشات الكرة من جديد العناصر الوطني من الطرف الأيسر. كرة لشهير بالغزواني. شهير بالغزواني تصل لعبد العزيز برادة من جديد في خط الوسط. عادل هرماش. عادل هرماش. مهدي النملي لاعب المغرب التطواني للطرف الأيمن للعناصر الوطنية. مهدي النملي. مهدي بن عطية. لازم أنه تكون هناك سرعة أكبر في البناء الهجومي. أحمد القنطري. أحمد القنطري. شهير بالغزواني.
شهيب الغزواني تأخر نوعا ما والكرة تتحول ناميبيا للفرسان القادمين من ويندوك. ما بعيداش بزاف ناميبيا على جنوب افريقيا، يعني كل بلدان متواجدة على الساحل الجنوبي للقارة الافريقية. مهدي النملي تصل الكرة من جديد، عبد الحميد الكوثري، عبد الحميد الكوثري، شهيب الغزواني، الكوثري من جديد في خط الوسط، عادل هرماش، عادل هرماش للطرف الايمن للعناصر الوطنيه عند يوسف القديوي، يوسف القديوي مشى بكورتو، يوسف القديوي مشى بكورتو، في الاخير الكره ضربه مرمى للحارس فيرجيل فريس. القديوي كبديل لأسامة السعيدي يتقمصون نفس الادوار الهجوميه، اسامه السعيدي ويوسف القديوي. هنا دخول لاعب اسلين كاموهانجا رقم 9، كاموهانجا الممارس بالدوري المحلي الناميبي. كاموهانجا يدخل كبديل لرقم 15 رودولف بيستر. خروج رودولف بيستر وويلي ستيفانوس خلال الجولة الثانية بإشارة من المدرب برنارد كانجوكا المدرب المؤقت في منتخب ناميبيا. منتخب ناميبيا الذي قلت أنه يستعد للمباراة المقبلة في تصفية كأس العالم أمام منتخب الملاوي، ويستغل حضور مجموعة من المنتخبات للمشاركة في كأس افريقيا لاختبار قدراته كمحال مباراة المغرب اليوم. عبد الحميد الكوثري، كوثري مشات كرة أمامية، شهيب الغزواني، شهيب الغزواني مشى بكورتو، لكن التغطية مرة أخرى من رقم 6 لاريو رايب. عاد عبد الرزاق حمد الله، حمد الله مشى بكورتو، حمد الله، حمد الله ومعاه أورايب، أورايب يتدخل أمام هداف البطولة الوطنية. كرة من جديد للمنتخب الناميبي اللي غايب تماما خلال الجولة الثانية، ما قدمش ولا شيء خلال الجولة الثانية. مشات الكرة من جديد، عبد العزيز برادة، تغطية، تتحول الكرة من جديد لصالح المنتخب الناميبي. عبد العزيز برادة الذي يأخذ مكانة كمال الشافني خلال الجولة الثانية، بالرغم من أنه يكون أكثر حماسة وأكثر فعالية لو تم توظيفه كجناح. هجمة مضادة كمال الشافني، كمال الشافني، مشات الكرة يوسف القديوي والإدريسي من جديد العناصر الوطنية عند مهدي بن عطية، مهدي بن عطية للطرف الأيمن، مهدي النملي، مهدي النملي يعيد الكرة عبد الرحيم شاكير، عبد الرحيم شاكير ليوسف القديوي، يوسف القديوي عنده مهدي النملي وعنده عبد العزيز براد وعنده السند من عادل هرماش، هرماش يمرر الكرة بعيدا عن شهيب الغزواني. عمل كبير ينتظر العناصر الوطنية لكي تكون جائزة للمباراة الأولى أمام أنغولا. يعني مجموعة من الأوتوماتيزمات تظل مفتقدة بين عدد كبير من اللاعبين، وبالتالي الاشتغال سيكون في الأسبوع الأخير من التحضير على زيادة جرعات من الثقة، على مضاعفة الانسجام بين عدد كبير من اللاعبين، بالخصوص لاعبي خط الوسط وتفاعلهم مع لاعبي خط الهجوم. كرة في التماس، عادل هرماش، مشات الكرة من جديد للمنتخب الوطني، تغطية بالراس، تعود الكرة لجامون جاديد سيكو. كرة المنتخب الوطني المغربي، هذه هجمة مضادة عند يوسف قديو إدريسي، يوسف قديو مرر كرته بشكل ممتاز جدا من دون تسلل، لكن الكرة بعيدة عن عبد الرزاق حمد الله. يقول الحكم ضربة زاوية لصالح العناصر الوطنية. وصلت الكرة في العمق من يوسف القديو وعبد الرزاق حمد الله. عبد العزيز برادة يتكفل بتنفيذ ضربة زاوية، هداف نادي خطافي بالبطولة الإسبانية. فيرجيل فريس، كرة تسدد مبعدة، تعود من جديد للمنتخب الوطني المغربي من نقطة التماس. منتخب ناميبيا تعادل في مباراة اليوم أمام المنتخب الوطني المغربي سيكون مهم جدا للمدرب المؤقت برنارد كانجوكا، سيحسب له هذا التعادل
مدرب مؤقت وبالتالي مازال ما ضمنش رسميته كمدرب رسمي للمنتخب الناميبي. مهدي النملي مشى بكورته، مهدي النملي مشى بكورته ليوسف ادريس قديوي، لكن التغطية من جديد من فيلم ويندي نهانغا. تصل الكرة لمهدي النملي، مهدي النملي كرة عرضية سددها مباشرة لكن بعيدا عن مرمى الحارس فيرجيل فريس. ستة وسبعين دقيقة هدف لهدف. 14 دقيقة الأخيرة، 14 دقيقة تفصلنا عن موعد نهاية هذا المحك الودي ما قبل الأخير. أذكر مرة أخرى أن هناك مباراة ودية أخرى ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنادي جنوب أفريقي، ستكون مباراة تجريبية ليس إلا للوقوف عند التشكيل الرسمي الذي سيواجه منتخب أنغولا، منتخب غوستافو فيران خلال الجولة الافتتاحية لكأس أفريقيا للأمم. مباراة ستجمعنا بنادي بيدفست فيتس فوتبول كلوب بنفس الملعب، ملعب رنت ستاديوم. هنا انذار، كرة عبد الحميد الكوثري، لازم الابتعاد على مثل هاد التدخلات. عبد الحميد الكوثري لاعب مونبلييه، رفيقا دربه كريم ايتفانا ويونس بلهندا تطارد لعنة الإصابة هذا الموسم. كريم ايتفانا الذي يتعافى تدريجيا وسيعود خلال مرحلة الإياب لنادي مونبلييه. هذه كرة مشات، عبد الرزاق حمد الله الحكم يقول ضربة مرمى للحارس فيرجيل فريس. كريم ايتفانا اللي كان حضر في المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني المغربي في تصفيات كأس العالم أمام الكوت ديفوار مع مجموعة من اللاعبين، أيوب الخالقي. ومن غريب الصدف، أظنها صدفة فقط إن لم أكن مخطئا، المنتخب الوطني المغربي الذي فاز بكأس الأمم العربية بالمملكة العربية السعودية، هناك لاعب وحيد كان كحارس ثالث، خالد العسكري، يشارك في كأس أفريقيا من ضمن 23 لاعب كانوا حاضرين في كأس الأمم العربية. يعني هذا مجرد تساؤل، علامة استفهام. مشهد الكرة من جديد عند مهدي بن عطية للمنتخب الوطني المغربي. مهدي النملي تصل ليوسف ادريس القديوي، يوسف الادريس القديوي مشى بكورته، يوسف القديوي لاعب نادي الجيش الملكي. تصل الكرة لمهدي النملي من جديد عند اللاعب احمد القنطري، يوصلها الجهة اليسرى بعيدة جدا عن اللاعب شهير بالغزواني. امل كان معقود كثيرا على ادريان ريغاتا لاعب نادي تولوز بلليغ 1 للحضور في كاس افريقيا، لكن اداريا ما كانش مؤهل. مشات الكره، هذه كره ممتازه عند عبد الرزاق حمد الله، حمد الله زاد فيه شويه، مازال الكره عبد الرزاق حمد الله، مازال امكانيه لبلوغ مرمى الحارس فيرجيل فريس. مشات الكره للمنتخب الوطني المغربي لكن التغطيه موجوده من الدفاع الناميبي. هذه واحده من الاختبارات اللي ضاعت امام مرمى منتخب ناميبيا. نعم نصل منطقه 18 متر الاخيره، لكن تواضع للاعبي خط الهجوم امام مرمى الحارس فيرجيل فريس. العشر دقائق الاخيره من المباراه ككل والنتيجه هدف لهدف. مشات الكره للمنتخب الناميبي، ضغط على حامل الكره مهدي النملي، عادل هرماش. مشات الكره، هناك زياده عدديه في خط الهجوم، يجب وان تستغل هذه الزياده العدديه. شهير بالغزواني سدد كورتو، مازال الخطوره، يلا يوسف ادريس القديوي الهدف الثاني ليوسف الادريسي، يسجل هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي بعد مجهود لشهير بالغزواني. وصل كورتو ليوسف القديوي، هنا الاعاده شهير بالغزواني سددها في المره الاولى. عبد الرزاق حمد الله تفاعل كما يتفاعل المهاجم الجيد مع الكره الاخيره التي تصل ليوسف القديوي الذي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. هدف من صناعه محليه 100% من اللاعبين المحترفين بالبطوله الوطنيه مع اسهام واضح لشهير بالغزواني. هدفين مقابل هدف واحد للمنتخب الوطني على بعد 9 دقائق من موعد النهايه. 81 دقيقة، يعني أول كرة في الخط الأمامي تم التعامل معها
بشكل جدي. كانت زياده عدديه، كان عيب لو ما استغليناش الكره الاخيره. يعني 7 لاعبين، اعاده ستوضح ذلك امام 4 أو 5 لاعبين من منتخب ناميبيا. كان امر طبيعي ان يتم تسجيل الهدف. 81 دقيقه وفرحه لافراد الجاليه المغربيه بجنوب افريقيا التي تساند منتخبها الوطني، المنتخب المغربي الذي نامل ان يكون جاهزا للمباراه الاولى امام انغولا. المساندة ستكون غير مشروطة، المساندة ستكون غير مقيدة، لأن الأمر يتعلق بمنتخب وطني يحمل هموم الجميع لكي يسير بعيدا في كأس إفريقيا على أرض جنوب إفريقيا التي غبنا عنها منذ مدة طويلة. جنوب إفريقيا التي احتضنت كأس إفريقيا عام 96 لما فازت في المباراة النهائية على المنتخب التونسي بقيادة النجم مارك فيش. مشات كرة للمنتخب الوطني المغربي، مشات كرة للمنتخب الوطني. شير بالغزواني، شير بالغزواني. سرعة هذا اللاعب من أبرز نقاط القوة في الخط الأمامي خلال الجولة الثانية. مشات الكرة مازال للمنتخب ناميبيا. تعامل بجدية من مهدي بن عطية. مهدي بن عطية مشات الكرة من جديد عند عبد الرزاق حمد الله. مشى بكورته للجهة اليمنى، لكن التغطية من دفاع منتخب ناميبيا. الاستلام في خط الهجوم والتفاعل كما يجب من مهدي النملي لحارس المرمى خالد العسكري. تغييرات كثيرة همت خط الوسط وخط الهجوم مع الاحتفاظ بلاعبي خط الدفاع. إلى استثنينا فقط تعويض عصام عدوى بأحمد القنطاري ومعهم عادل هرماش. عادل هرماش لمرتبط كثيرا بلاعبي خط الدفاع باعتبار أنه رجل الارتكاز الرسمي في مباريات المنتخب الوطني. عبد الحميد الكوثري لعادل هرماش. تصل الكرة لمهدي بن عطية. من جديد عبد الرحيم شاكير لمهدي النملي. مشى بكورته شاكير. كرة جميلة جدا في الخط الهجومي، كانت بعيدة شوية على عبد الرزاق حمد الله، الكنترول ما كانش محله. عبد الرزاق حمد الله الذي يبحث عن الثقة وعن الهدف الأول مع المنتخب الوطني المغربي، علما أنه سجل هدفا مع المنتخب الوطني المحلي في مرمى النيجر. تغيير آخر للمنتخب الوطني، دخول أيضا نيفيل جويزا في منتخب ناميبيا. نيفيل جويزا ضربة مرمى للمنتخب الناميبي. 6 دقائق أخيرة. خروج مهدي بن عطية، خروج مهدي بن عطية. تصل الكرة للطرف الأيمن. عبد اللطيف نصير المدافع الأيمن في المنتخب الوطني المغربي. أحمد القنطاري، أحمد القنطاري لعادل هرماش. مباراة تجريبية أكيد أنها ستكون مهمة جدا لرشيد الطوسي وللطاقم الفني لتجاوز مجموعة من الأخطاء التي قد تكون مؤثرة أمام أنغولا. – 85 دقيقة، النتيجة هدفين مقابل هدف واحد. إصابة أحد لاعبي منتخب ناميبيا. دروس كثيرة اليوم أمام منتخب ناميبيا رغم الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. أكيد أنه انتصار معنوي كما قلت، لا أقل ولا أكثر. يعني معنوي بالنسبة للاعبين اللي لازمهم الثقة خلال المباريات المقبلة. يعني تجريب اللاعبين كان بإمكاننا أن نربحوا الوقت في شهور سابقة لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين لاختيار 11 لاعب يكونوا جاهزين لكأس إفريقيا، لكن الضرورة تفرض علينا أن نتقبل هذا الوضع
قبل ما يقارب أسبوع عن انطلاق كأس إفريقيا. مشات كرة مرفوعة في القائمة الثاني بعيدة فقط، ضربة مرمى لخالد العسكري. 4 دقائق عن موعد النهاية لمباراة المغرب ناميبيا، والنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. خالد العسكري لعب ضربة المرمى، مشات المهدي النملي، تغطية من لاعب منتخب ناميبيا إفرايم ديونغي. يعني لازم يكون أكثر جدية في الدقائق الأخيرة المنتخب الوطني المغربي للبحث عن هدف ثالث، ولازم الاشتغال على مجموعة من الأوتوماتيزمات ما بين لاعبي خط الوسط وخط الهجوم. لازم وأنه يكون تجانس أكبر ما بين هذين المركزين في الأيام القليلة المقبلة. كرة في التماس للمنتخب الوطني، شهير بن غزواني بعد تدخل اللاعب لاري يوريب. كرة في التماس، عبد الحميد الكوثري، مشات الكرة من الجهة اليسرى في التماس مرة أخرى للمنتخب الوطني المغربي. يعني أكيد أن المعنويات جد مرتفعة في معسكر الأسود بجنوب إفريقيا. يعني كل الظروف متوفرة للمنتخب الوطني المغربي لكي يقدموا مستويات جيدة في العرس الإفريقي. والحديث عن النتائج تأهل الدور الثاني والدور ربع النهائي والدور النصف النهائي هي مسألة سابقة لأوانها. المباراة الأولى ستكشف كل شيء أمام منتخب أنغولا، أمام منتخب الأوروغواياني غوستافو فيران. كرة ليوسف القديوي، يوسف القديوي عبد اللطيف نصير المساندة من الجهة اليمنى. لأول مرة يصعد ظهير خط دفاع لمساندة خط الهجوم، وهنا التدخل والخطأ. اللي كان واضح، في الكرة الأخيرة على يوسف القديوي لاعب نادي الجيش الملكي. يعني خبرة كبيرة لهذا اللاعب في الملعب الوطنية. ضربة خطأ ما بعيداش بزاف على مرمى فيرجيل فريس. في تنفيذها عبد العزيز برادة، صعود مجموعة من اللاعبين طوال القامة في القائمة الثانية. كرة ممتازة، أحمد القنطري تبع الكرة في القائمة الثانية، لكن لم يكن موفقا في تحضيرها لزملائه، وبالتالي تتحول الكرة ضربة مرمى للحارس فيرجيل فريس. ناميبيا للإشارة فقط كنا واجهناه في تصفية كأس العالم عام 2002 لما كان يشرف على المنتخب الوطني المدرب أمبرتو كويليو. تعادلنا معهم في ندهوك، والتعادل اللي ما أهناش تأهل كأس العالم بكوريا الجنوبية واليابان بعد الخسارة في المباراة الأخيرة بداكار أمام السنغال. تغطية من الدفاع المغربي، تعود من جديد هجمة مضادة العناصر الوطنية. عادل هرماش عكس الهجمة بشكل سريع، مشات الكرة عبد الرزاق حمد الله، لكن التفاعل كان جدي من لاعبي منتخب ناميبيا. عبد الرزاق حمد الله تجهيز الكرة، يوسف قديوي الإدريسي مع لاعبين في خط الهجوم. تضيع الكرة وتعود مجددا للعناصر الوطنية. فقد التوازن يوسف القديوي في الكرة الأخيرة. مشات الكرة لعادل هرماش، تصل من جديد للاعبي المنتخب الوطني. عبد الحميد الكوثري، شهير بن غزواني، يلا بسرعة، كرة لازم أن تلعب بشكل سريع، كرة تسدد وتدخل مدافعي منتخب ناميبيا والكرة في تماس. ثواني قليلة وينهي الحكم الجنوب افريقي المواجهة بتفوق المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف وحيد. تفوق معنوي في مباراة ودية وقف خلالها رشيد الطوسي على مجموعة من الأمور التي سيتم الاشتغال عليها خلال الأسبوع المقبل قبل المباراة الأولى أمام الغزلان السود، أمام البلانكاس نيغراس. منتخب أنغولا، عبد الحميد الكوثري، الاستلام من احمد القنطري، اعاده توزيع الادوار من عبد الرحيم شكير، تصل لمهدي النملي في خط الوسط.
شاكير مرة أخرى، عبد الحميد الكوثري، عادل هرماش مرر كورتو، كانت حالة تسلل في حق عبد العزيز برادة. يتم تقزيم الأدوار الهجومية لدى اللاعب بتوظيفه أمام عادل هرماش، يكون أكثر خطورة كجناح. عبد العزيز برادة، عبد العزيز برادة، يعني هذا سؤال للزملاء في البلاطو التحليلي، هل بمقدوره أن يقوم بدور يونس بالهندا كصانع ألعاب في المنتخب الوطني المغربي؟ هذا سؤال للزملاء في البلاطو التحليلي الحديث عن عبد العزيز برادة. كرة للحارس فيرجيل فريس، مشى بكورته أمامية من الجهة اليسرى. المنتخب الناميبي يود إنهاء المواجهة بتعادل، لكن العناصر الوطنية تأمل في تحقيق انتصار قد يكون فأل حسن قبل انطلاق كأس إفريقيا بملعب السوكر سيتي بجوهانسبورغ. ضربة خطأ للمنتخب الوطني. – 92 دقيقة. عادل هرماش يحارب في خط الوسط، مشت الكرة من جديد للمنتخب الناميبي بعد الكرة براسو، مشت للمنتخب الناميبي الذي يجتهد في آخر ثواني المواجهة، لكن عادل هرماش بدوره قدم مباراة جيدة اليوم كرجل ارتكاز بمهام دفاعية محضة. نلعب الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف، والنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد لصالح المنتخب الوطني أمام ناميبيا. ناميبيا الذي لم تتأهل لكأس إفريقيا، لم تكن محظوظة في مشوار تصفيات رغم أن تحتل المركز الثاني في تصفيات مونديال كأس العالم. تماس مرة أخرى للمنتخب الوطني، لم يتبقى لحكم المواجهة سوى الإعلان عن نهاية محك تجريبي ودي بدروس كثيرة جدا أمام منتخب ناميبي. ضربة خطأ للعناصر الوطنية. صعود مجموعة من اللاعبين لمنطقة 18 متر الخاصة بالحارس فيرجيل فريس، وهنا الحكم ينهي المواجهة بتفوق المنتخب الوطني المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد. مباراة بدروس كثيرة قبل المباراة الأولى أمام أنغولا في نهائيات كأس إفريقيا بجوهانسبورغ. سنلتقي مع مجموعة من التصريحات، لكن قبل ذلك